في نوفمبر 52 800 وألف للميلاد، فرنسا تقصف مدينة الأغواط الجزائرية بمادة كلوروفورم السامة. وتعتبر أول إبادة جماعية بالأسلحة الكيماوية في تاريخ البشر. عرفت في الذاكرة الشعبية الجزائرية بعام الخلية، كناية عن التصفية الجماعية المروعة التي شهدتها مدينة الأغواط حينها، فخلت من ساكنيها. كانت فرنسا تطمح إلى السيطرة على منطقة الأغواط ككل بموقعها الاستراتيجي المميز وباعتبارها بوابة للصحراء الكبرى. استعصى عليها إرضاخ الأهالي ودفعهم إلى الاستسلام، وباءت مفاوضتها مع القائد أحمد تيجاني وأحمد بن سالم خليفة الأمير عبد القادر في المنطقة بالفشل الذريع آنذاك. عندها قررت فرنسا التصعيد وحاصرت المدينة بحشود عسكرية ضخمة لمواجهة هذه المنطقة المستعصية بقيادة الجنرال جوزيف برسنانتي. قوبلت الحملة بمقاومة كبيرة من الأهالي، وسارعت فرنسا بإرسال تعزيزات ضخمة بقيادة الجنرال بليسيه بوسكارين. لقي بوسكارين حتفه خلال الاشتباكات التي استمرت حتى نهاية شهر نوفمبر. وانتهت بقصف القوات الفرنسية للمنطقة بسلاح المدفعية المدعم بمادة كيميائية الكلوروفورم السام، والإبادة الجماعية لثلثي أحياء المنطقة. عدد الشهداء ب3,000 شهيد من بين 4,800 من سكان الأغواط حينها. بقيت الجثث لمدة تفوق 6 أشهر قبل دفنها، ورمت فرنسا عشرات الجثث في الآبار وأحرقت عددا من الضحايا أحياء في أكبر مجزرة بالجنوب الجزائري. مجزرة جعلت فرنسا أول بلد يستخدم الأسلحة الكيميائية المحظورة في العالم. عام الخلية، مأساة الأغواط المنسية، لا تزال محفوظة في ذاكرة الأغواطيين وفي أمثالهم وقصائدهم الشعبية. الأرشيف الوطني الفرنسي يحتفظ بتقرير مفصل من 60 صفحة يؤرخ للمجزرة الكيميائية، فضلا عن العديد من شهادات قادتها. عندما أخفينا كل الموتى لم يبق أحياء في المدينة إلا عساكر الحملة. كل البيوت كانت فارغة من أفقرها إلى أغناها، كانت كمدينة هجرت. وفي رحاب هذه المدينة السوداء الصامتة تحت أشعة الشمس شيء يوحي أني داخل إلى مدينة ميتة وبموت عنيف. كانت المجزرة رهيبة جدا، المساكن والخيام والأزقة والطرقات مليئة بجثث الموتى. أحصيت أكثر من 2300 قتيل بين رجال ونساء وأطفال. لقد كان لزاما لفرنسا هذا الهولوكوست لتثبت عظمتها للقبائل المحاربة في صحراء الجزائر، لكن التاريخ لن ينسى. السلام عليكم.